السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل شوية كرواسون كده في البيت، البركة كلها. بس اعمل ازاي؟ وانضف طبعا من بتاع بره. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 3 كوبايات دقيق ورشة ملح، ومعايا بيكنج باودر، معايا نص كوباية سكر وخميرة بيرة، وكوباية لبن دافي، وكوباية مية دافية، و3 معالق زبدة كبار. هنزل بالخميرة وعليهم نص كوباية من السكر. وهاقول لِك بقى على إيه، طريقة تخلّي العجينة تخمر معاكِ جميلة جدًا. هانزل برضه المَيّة دافية واللبن دافي، هاقلّب طبعًا الخميرة باللبن كده والمَيّة والسكر. هانزل بقى بكوباية الدقيق ديّة على الحليب والمَيّة والخميرة والسكر، ونقلّبهم حلو أوي. هاجيب بقى الstretch واغطيه لمدة 10 دقايق. بعد بقى ما سِبناه 10 دقايق، هاجيب بقى كده الدقيق واحط عليهم معلقه من البيكنج باودر، وعليهم رشه الملح. وهنقلب المكونات الاول الجافه دي كده مع بعض. وهنزل بقى بالخليط بتاعي. بص ما شاء الله، بص عامل ازاي. الطريقه دي حلوه جدا. هنقلبهم كده بقى حلو مع بعض ونلم العجينه. تفضلي بقى دعاكي حلو قوي كده. وهاتيها بقى كده ونرش ايه شويه دقيق على المفرش، ونفرد الدقيق العجينه كده بتاعتنا. وهجيب الزبده 3 معالق كبار، زبده سايحه. ولمي بقى ايه الزبده. معلش هنا النور ايه اتقطع، بس هيجي ان شاء الله. تفضلي بقى لمي حلو قوي كده لغايه العجينه ما تتشرب خالص من الايه من الزبده. بعد ما لمينا كده العجينه حلو، هجيب بقى الطبق واحط فيه شويه زيت صغيره، واجيب بقى الاسترتش واسيبها تخمر بتاع ربع ساعه. وهوريكي بقى بعد ربع ساعه بصي العجينه عملت ازاي. بصي ما شاء الله. الطريقه اللي احنا عملناها كوبايه الدقيق على على اللبن والخميره والسكر، بصي عملت ازاي. هجيب بقى كده شويه دقيق صغيره، وهنزل بقى بالعجينة الجميلة دي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بس العجينة بتتكلم عن نفسها ما شاء الله، طرية وجميلة جدا. هجيب بقى النشابة كده وايه، وهفضل ايه رايحة جاية كده بيها. هعملها كده مستطيل لغاية ما تتفرد معايا حلو كده، واروح ايه جايبة الجنب ده على الجنب ده زي الظرف كده. وهقلبها بقى كده ايه بالطول، وبرده بالنشابة، وخليها ايه حتة واحدة. هتطلعي بقى احلى كرواسون نضيف كده وارخص من بتاع بره. وعارفة انت بتاكلي ولادك ايه. وبعدين عايزين نقضي على الغلاء. نعمل حاجتنا بإيدينا. هاجيب بقى القطاعة كده، ونعمل بقى رايح جاي كده سمبوكسات كده حلوين، مثلثات. بس عامل ازاي ما شاء الله. انا عندي هنا شوكولاتة. عندك انت بقى جبنة رومي تحطي، عندك مربى حطي. انا هعمل شوية بالشوكولاتة وشوية ايه سادة. وانت بقى بتفردي، افردي العجينة كده وانت بتلمي كده، افردي اهو. بس عامل ازاي استك معاكي. هجيب بقى الصاج وادهنه ايه زيت حاجة بسيطة، وايه وارص فيه الكرواسيه بتاعي. برضو التانية كده نفس الحكاية اهو، بالراحة خالص. احلى كرواسون لغاية بقى ما نخلص الكمية كلها مع بعض. دي برضو هنعملها برضو بالشوكولاتة. عايزة بقى تحطي مربى حطي، عايزة تحطي جبنة، يعني اي حشوة دي بتاعتك انت. بصراحة انا بحبه افطر بيه، اتعشى بيه مثلا على كوباية شاي بحليب. جميل جدا لما اكون بقى مش عايزة اكل اي اكل او كده. بص عامل ازاي. ليه بقى نشتري من بره ما دام احنا بنعرف نعمل الحاجة بتاعتنا كده بايدينا اهو.
وما شاء الله ال3 كوبايات دي بصي عملوا لي كميه قد ايه. انا معاكي ايه، واحده واحده انا بوريكي اللفه ازاي. هي العجينه سهله، يعني العجينه سهله في ايديكي. وانتي بتلفي كده هنشيل بقى الحته الزياده ديت. نحط برضو شويه شوكولاته. بس عامله ازاي. هنسيبه بقى 10 دقايق بعد ما نلفه كده. نسيبه بقى 10 دقايق. بعد ما سبتها 10 دقايق معايا هنا معلقتين من اللبن وربع معلقه صغيره من النسكافيه. ده بديل الايه البيض. بيدي لونه حلو، ويعني ما بقاش ايه ريحته زفاره. البيض بيدي طبعا ريحه زفاره، انا ما بحبوش. هنحطه بقى في الفرن على درجه حراره 180، هياخد ربع ساعه. بصي ما شاء الله عامل ازاي. بصي الطراوه بتاعته جميله جدا. يلا بقى نرصه مع بعض كده. انا نسيت اعدهم والله كام. بس ما شاء الله كميه جميله جدا. بصي عامل ازاي. عايزه بقى اوريهولك من جوه. ما شاء الله الطراوه بصي طري ازاي وجميل وفاتح. ايه رايك بقى. يلا بقى جربيه، متنسونيش باللايك والشير. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعايه الله حبايبي.